ناس كتير بتسألني بتعملي ايه في الحجز قبل السفريات بعد قفل الحدود الائتمان لارقام صغيره جدا، $250 لو انت مش مسافر، ولما تيجي تسافر هتفتحها. فانا قلت اجمع لكم فيديو كل الحاجات اللي بعملها عشان نقدر نعدي في الحته الصعبه دي. اول حاجه بالنسبه للفنادق، بحاول دايما ان احجز الفندق قبل ما اسافر صحيح عشان اخد سعر كويس، لكن بدور على الفنادق اللي بتتحجز من غير ما تدفع، بس بحط اسم كريدت كارد وما بتسحبش فلوس وما بتعملش عليها بلوك، لان هو ده الحل حاليا. لو احنا كذا حد في السفريه بنحاول نحجز كل واحد حته، يعني لو فندق لازم ندفعه فكل واحد يحجز ليله، او كل واحد يحجز في اير بي ام بي يوم. يعني بنتصرف بحيث ان ال $250 دول يكفونا للفنادق اللي احنا محتاجينهم. ونفس الحلول دي تنفع لو عندك كذا كارت من كذا بنك وكل واحد ليه حد ائتماني. حتى لو من نفس البنك عندك كذا كارت، ممكن تقسم عليهم اقامتك سواء في الفندق الواحد او في اكتر من فندق. بالنسبه بقى لتذكره الطيران، فعندي كذا حاجه بعملهم. اول حاجه بحاول احجز تذكره الطيران من خطوط طيران بتقبل الكروت المصريه، او بتقبل انها تاخد الفلوس بالمصري، زي مثلا مصرية الطيران، ده اول اوبشن. وجربت مره حجزت خطوط الطيران السعوديه وقبل بالمصري، وفي حد اعرفه جرب يحجز من الاتحاد وقبلت الفلوس بالمصري. مش ان يطلع لك الرقم بالمصري، يعني ساعات بيطلع لك من ويب سايت الرقم بالمصري وما بيسحب بالاجنبي، فساعتها اما تيجي يسحب هيقول لك لا مش نافع، الكارت مش نافع للسحب. فلازم تجرب بنفسك وتجرب الكارت اللي معاك وتجرب الويب سايت. بس في دلوقتي كذا خطوط طيران بتقبل الفلوس بالمصري، وعشان التجربه تبقى يعني تمام التمام، ممكن تجرب كمان بالديبت كارد مش بالكريدت كارد، لان الديبت مش بيطلع اصلا عمله، عشان تعرف ان ده شغال او مش شغال. في حل بقى بينفع كمان للاوتيلات وبينفع لشركات الطيران، ان انت تروح لشركه سياحه وهي اللي تحجز لك، انت بتدفع لها بالمصري وهي بتحجز لك كل اللي انت عايزه من غير ما تدور وتقلب دماغك وهروح فين واجي منين. بتروح توكل لهم المهمه كلها، وممكن تعمل السيرش بتاعك اونلاين وتختار حاجات معينه وتروح تقول لهم احجزوا لي ده، وده برده ممكن. وفي بقى الطريقه اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين مع بابا وماما كده، كنا بنروح مكاتب شركه الطيران نفسها. معظم شركات الطيران الخطوط بتاعه الطيران لها مكاتب جوه كل دوله، ان لم يكن في المطار فهي بره في البلد نفسها وفي المحافظات المختلفه. بتروح هناك وتدفع عادي جدا بالمصري لانها جوه مصر، وتقدر تحجز تذكرتك مباشره معاهم. في حاجه كمان بتنفع في بعض البنوك وبعض البنوك لا، اللي هي ان انت بتتصل تفتح الكريدت كارد قبل ما بتسافر، بتقول لهم قبلها ان انا مسافر بس عايزه افتحه دلوقتي، وبعدين لازم تجيب في 90 يوم الايفيدنس، او يعني تجيب حاجه تثبت ان انت سافرت فعلا ورجعت، وان الحجوزات دي كانت للسفر، وفي بنوك فلكسبل انف انها تفتح لك وتخليك تعمل قبلها. اما بقى لو مسافر سفريات ورا بعض، فانت اصلا بعد ما بترجع من السفريه المفروض على حسب البنوك اللي انا اتعاملت معاها، ممكن يكون في حاجه تانية في بنوك تانية، يعني ان الكارت بتاعك بيبقى مفتوح 90 يوم. فانت لو مسافر سفريه وبعدها واحده تانية بعد 90 يوم، المفروض